لو زهقتوا من الطرق التقليدية للأكل، تعالوا بقى أقولكوا على أكلتي المفضلة اللي لازم أعملها كل أسبوع أو على الأقل مرتين في الشهر. هنعمل النهاردة أكتر أكلة بتتعمل في البيوت المصرية، ومهما اتعملت مش بنزهق منها. هنعمل مكرونة بشاميل سايحة في بعضها، والبشاميل بتاعها جوسي كده. تاكلها وهي سخنة، انا عن نفسي بحبها وهي سخنة وبالبشاميل بتاعها يكون جوسي. لو عايزاه تقطعي المكرونة سيبيها لما تبرد هتطلع معاك قطع، اما هي حلاوتها انها تكون سخنة وحلوة كده. هنبدأ بقى بحلة على النار، ونحط فيها معلقة ملح ونص كيلو مكرونة، او كيس مكرونة بما يعادل نص كيلو، او براحتك تبع المتوفر عندك. في طاسة على النار هنحط معلقتين سمنة على معلقتين زيت عشان نعصج اللحمة. تقدري تعملي الخطوة ان تحطي اللحمة الاول وبعدين البصل عليها، اللحمة تاخد لون وتنزل الدهون. بس انا هنا هحط البصلتين لنص كيلو لحمة ومعلقة توم مفروم، وبعدين هحط اللحمة تاخد لون تتعصج، وبعد كده هتحط الاضافات براحتك. هنا اللحمة حطينا بصلتين معلقة توم مفروم، وبتبداي تقلبي في اللحمة لغاية ما لونها بيتغير. براحتك، عايزه الخطوه دي اختياريه، عايزه تزودي البصل تزودي بصله كمان، تقللي بصله. احنا هنا بنحب على نص كيلو نحط بصلتين، تقدري تزودي البصل تقدري تقلليه براحتك برضو. بس عامه عادي لو زودت البصل في تعصيج اللحمه بيديها سكاره وطعم وحاجه حلوه خالص. حابه تقلليه براحتك برضو، مفيش اي مشاكل. بعد كده هنبدا بقى نضيف ليها قرن فلفل حامي، برضو تقدري تستبدلي. هنا اللون اتغير بتاع اللحمه، بنبدا بقى نحط للحمه قرن فلفل اخضر، تقدري تحطيه بارد تقدري تحطيه حر. انا هنا هحط قرن فلفل اخضر حامي وقرن فلفل احمر. لو مش فيه فلفل احمر تقدري تستبدليه بهريسه شطه موجوده عندك في التلاجة. بعد كده بنضيف معلقتين صلصه، وتقدري برضو تستبدلي معلقتين الصلصه ديلو بحبايه طماطم او حبايتين براحتك خالص. بعد كده هنبدا نحط البهارات، معلقه من كل معلقه صغيره، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه بابريكا، معلقه شطه حمراء ناعمه، معلقه ورق هنحط ورقه لورا. وتقدري تنقصي اي حاجه من البهارات دي براحتك خالص، عايزه تزودي عايزه تقللي، عايزه البهارات دي خطوه اختياريه. تقدري تحطي نوعين بس، فلفل اسود وملح، مفيش اي مشاكل. الخطوه اللي بعد كده هنبدا نعمل البشاميل ده. هنحط معلقتين زبده او مكعبين زبده بما يعدل معلقتين، ومعلقتين سمنه. تقدري برضو تستبدلي الزبده بزيت، تقدري تستبدلي السمنه بزبده. الخطوه دي اختياريه. بعد كده هنحط على الاربع معالق سمنه وزبده هتحطي 4 معالق دقيق. تبداي بقى تحطي الدقيق لغايه ما لونه بيتغير كده في الحله. هنسخن الزبده السمنه نحط الدقيق، اللون بتاعه بقى تفضلي تقلبي فيه لغايه ما لونه ممكن على فكره تحمريه وتبداي يعمل كتله واحده كده، وبعد كده تحطي له اللبن. بس انا هنا سايباه سايب شويه، هتبدا اهو اقلب فيه بالمضرب. عامة لما بياخد لون كده حلو يكون طري كده وتبدأ تحط عليه البشاميل بيبقى جميل. وعامة تبدأي بقى ايه، لو خطوة الدقيق ده سخن تحطي لبن بارد، لو اللبن سخن تحطي الدقيق يكون اللي هو البشاميل تحطيه يكون يعني البشاميل سخن اللبن بارد، البشاميل بارد اللبن سخن، والعكس صحيح. تبدأي بقى تقلبيه في بعضه لما يبقى دايب كده. انا هنا حطيت برضو على البشاميل مثلثين جبنه مثلثات، بيديها طعم حلو خالص. هتبداي بقى تبهريه بشويه شطه حاره ناعمه، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود، شويه ملح، بيدي طعم جميل خالص للبشاميل. هنا بقى هنجيب المكرونه هنحط فيها شويه من البشاميل وشويه من اللحمه. تقدري تشيلي اللحمه برضو ما تحطيهاش وتحطيها بين الطبقات، بين طبقات المكرونه فوق وتحت، بس انا بحط معلقتين كده بتديها برضو طعم جميل وحاجه حلوه خالص. هتبداي بقى تقلبي البشاميل مع اللحمه كويس، وبعد كده هتفرديه في الصينيه. هتحطي في الصينيه شويه بشاميل برضو في الارضيه، وبعد كده ترصي المكرونه في اول دور، وبعد كده تحطي اللحمه المفرومه، وبعد كده تدي بقى ايه تكملي بقى البشاميل. هنا انا حطيت البشاميل في ارضيه الصينيه، وبعد كده المكرونه، وبعد كده بتحطي اللحمه الباقيه، وبعد كده هنا حطيت اللحمه
وبعد كده بتحط طبقة المكرونة اللي بعد كده وتضيف البشاميل. البشاميل بقى انت عايزاه جوسي تشغلي عليه الشواية بس من فوق، عايزاه ناشف وينشف المكرونة تاخد البشاميل بتاعها تشغلي من تحت ومن فوق. انا هنا بحب البشاميل دايما اكله سخن ويكون جوسي كده. هنا بقى بتعملي الخطوة دي براحتك. الخطوة دي اختيارية. هنا بقى تحطي المكرونة والبشاميل عليها ويطلع لك بقى مكرونه. مش دي اكله البيوت المصريه اللي مش ما فيش حد يقدر يستغنى عنها، اللي مهما تعملوا اكلات فراخ لحم اي حاجه لازم هي دي الاكله المفضله اللي بتاعت كل بيت من البيوت المصريه. هنا بقى البشاميل وبعد كده بتحطي الجبنه الموزاريلا على الوش. الجبنه دي اختياري، كده كده هي هتاخد لون حتى لو مش حاطينها جبنه. وتقدري تعملي بيضه في شويه فلفل اسود، في نقطه خل عشان تشيل الزفاره، وتحطي برضو مكان الجبنه الموزاريلا. مش متوفر عندك جبنه موزاريلا هتحطي بيض. بس مفيش اسهل من كده وابسط من كده. ولما تكوني عايزاها جوسي بتشغلي الشوايه من فوق. مفيش اسهل من كده. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا. وكده على فكره هنا شكل المكرونه في النهايه بتطلع بالشكل ده. شكلها تحفه وجميله ومش بتزهقي منها خالص، وبتكون سايحه في بعضها، والبشاميل بيكون جوسي ومفيش احلى من كده. اشوفوا الشكل ما شاء الله جميلة خالص وهتعجبكم وجربوها. وعلى فكرة هي أكلة بسيطة للمبتدئين ما فيش أبسط من كده، ومهما تاكلوا منها ما بتزهقوش منها. ما شاء الله جميلة وتحفة.